ازيكم؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة وفي أسعد حال دايما يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة البرجر، وهو جميل قوي وتحفة جدا. وركزوا بقى معايا. واحدة كابوتشاية حلوة كده، ونقطعها رفيع خالص. واحنا هنعمل كذا طبق يعني. طبق كابوتشي، طبق بصل مكرمل، طبق طماطم، اللي عايز يحط جبنة، مايونيز وكاتشب. يعني كل واحد بقى ايه هيعمل كام طبق كده حلو، الحاجات اللي هي الحشوات اللي هو هيحطها مع بعضها عشان نطلع بهامبرجر كده حلو جميل، وما شاء الله يكون طعمه لذيذ يعني. العجينة اللي هي بتاعت اللحمة، احنا نجيب بصلاية مقشرة بتاعتنا الحلوة ديت، ونقعد نبشر او في الكب على طول، والاسهل يعني ليكم. انا بشرت هنا بصلاية وسط، يعني مش كبيرة قوي مش صغيرة، يعني اللي هي بصلاية حلوة يعني. ماشي. وكنت مقطعة برضو حبة فلفل كده صغنطتين بس حلوين. ماشي. وحطيتهم مع البصلاية، وحطيت عليهم طبعا الملح والفلفل الاسود. لو عندك بهارات برجر ماشي، اللي انت عايزاه يعني حطي بهارات اللي انت عايزاه، بس انا مش بفضل اللحوم بهارات كتير يعني من غير لازمة. وحطيت معاهم بضاية، ربيتها كويس في الملح والفلفل الاسود، وبعد ما اتربت كويس ربيتها برضو مع الفلفلاية والبصلاية حلو لغاية ما امتزجت جامد معاها. بعد كده حطيت عليهم اللحمة. وبعد ما حطيت عليهم اللحمة وحاولت ان هي يعني ادخل فيها البصلة وكده، حطيت معاهم بقسماط مطحون. وفي الاول حطيت كام معلقه كده صغيرين بحيث ان انا اشوف الدنيا فيها ايه. بعد كده في الاخر بعد ما حاولت ان انا يعني ادمجهم وكده او اعجنهم في بعض، لقيت ان هي محتاجه شويه كمان، فعملت يعني الحبه حطيت تاني وخلاص لغايه المقدار اللي انتي بتحسي ان هي خلاص كده بقت ايه، العجينه متماسكه كده مع بعضها حلوه. يعني هو انا زمان كنت بعمله بصراحه زي الكفته بالظبط يعني، ولا بحط عليه بضايه ولا بقسماط ولا اي حاجه. بس حسيت انه هو مش بيكون شبه الهمبرجر اللي هو اللي بره. فلما بقيت اعمله بالبقسماط والبضايه وكده بقى يبقى هو زي الهمبرجر اللي هو اللي بره. طبعا في ناس بتحط عليه صويا صوص، قصدي فول صويا. الفول الصويا حلو بس لو كل اللي هياكل منه بنات بس. هو حلو لهرمونات الانوثه، ف مش لذيذ قوي للرجاله يعني ياكلوا منه يعني. فتمام، انا بفضل برضو البقسماط احسن، بلاها خالص الفول الصويا يعني. وبعدين كنت باخد بقى ايه كل يعني لما خلاص بصوا العجينة بقت ماسكة ازاي، ماسكة حلو يعني. عملت بقى الكور ديت مثلا على قد لما انا هبططها تبقى الدايرة بتاعتي اللي انا عايزاها في الهمبرجر. برضو يكون يعني شوية اكبر من صابع الكفتة الكبير كده شوية. بس ده ما شاء الله كان نص كيلو لحمة، هو اللهم بارك رمى معايا كتير يعني حوالي 17 تقريبا كورة كده حلوين، او واحدة همبرجر يعني. ماشي. وجبت اللي هو البطرمان غطا البطرمان الكبير، وبقيت افرد كل كوراية في الغطا بتاع البطرمان. برضو ما كنتش بعمل كده، كنت عادي ببطط اللحمة يعني على ايدي، بس دي برضو بتدي الشكل اللي هو نفس الشكل اللي هو بيكون الجاهز. فعلشان خاطر يعني يبقى ماشي تمام، قولا وفعلا يعني. بس فهتبقى هو كده. هنحطها في حتة زبدة هتتحمص معانا، هنحطها في السندوتشات ونكرمل البصل ونكرمل الطماطم، وهيبقى عندنا احلى بكتير قوي قوي من اللي بنجيبه جاهز او اللي هو غالي، او اللي احنا مثلا نبقى نفسنا فيه لا ده ما شاء الله احنا نعمل في البيت احلى اكل، وانضف 100 مرة من بره وارخص. بصوا ما شاء الله الكمية قد ايه، من نص كيلو بس، ما حطيتش عليه غير شوية بقسماط وبضاية بس، اللهم بارك يكفي أسرة كبيرة. جيت هنا بعد ما جهزته انا، ولا شلته في تلاجة ولا اي حاجة. حطيت هنا معلقة زبدة ومعلقة سمنة، انا مسيحة سمنة بلدي على سمنة حطيتها مع الزبدة في الصينية. وقمت جاية حاطة معاها، حطاه بقى فيها، هياخد وش ويشد نفسه، بعد كده هياخد الوش التاني وخلاص هيبقى استوى معايا الهمبرجر.
وهعمل احلى سندوتشات في البيت لولادي وهيبقوا مبسوطين. كده حطيت الوش الاولاني اللي هو اول حبة، وحاولت طبعا ان انا اخلي السمنة او الزبدة يخشوا تحت منهم كلهم، خاصة ان انا بتجنب يعني ان انا اشتغل في الالمونيا. انا هارية التيفال وهارية الجرانيت، بس مش بفضل قوي ان انا اعمل ألمونيا، فحتى الألمونيا جديدة. بس تمام، المرة دي قلت لها تعالي بقى الصينية يعني. بصوا ما شاء الله، هو مش بياخد وقت على فكرة كتير، يعني وقت قليل خالص. الوش الاولاني كان استوى، دي ما كانتش راضية وكانت حالفة بالطماطم ما تتقلب معاه. بس يعني اتقلبت برضه. بس خلصت الوش الاولاني، وهو اديت الوش التاني برضه، ما بياخدش مثلا كل وش 5 دقايق، حتى اقل من 5 دقايق. طلعتهم على طبق. طبعا احنا قلنا اتفقنا من الاول احنا يكون معانا كام طبق كده، طبق للهمبرجر نفسه، وطبق للخاص بتاعي، وطبق دي تاني طبق عملتها برضو وشيلته. وبعدين حطيت بقى البصل يتكرمل، جبت بصلتين كبار وقطعتهم حلقان كده زي ما انتوا شايفين. الحلق يكون وسط، مش رفيع ومش تخين. ماشي. وقعدت اقلب بقى فيهم برضو، زودت معلقه زبده وقعدت اقلب فيهم حلو. ليه؟ هو بيكون وسط، مش ني، ماشي، ومش مستوي قوي ومهري. وحطيت عليه سنه ملح وسنه فلفل اسود، فطعمه بيكون جميل قوي. اسمه بصل متكرمل، معروف يعني. بس. وفي نفس برضو الصينيه شلت البصل، حطيته في طبق، وبعدين حطيت الطماطم برضو. بس هي تقريبا الحته ديت ما اتصورتش يعني، او ما جاتش معانا في التصوير. آم، وخلاص. هنا المفروض ان انا حطيت الطماطم. خلاص بقى، هنا عندي على الصينية الطبق اللي هو فيه العيش الهمبرجر، وطبق فيه الخس وكاتشب معايا، اللي عايز مايونيز، اللي بيحبوا يحطوا له جبنة، كل حاجة بقى اللي انت عايزة تحطيه حطيه. مش عايزة كاتشب ولا عايزة مايونيز وعندك طحينة، مشوا نفسكم يا جماعة باللي انتوا عايزينه، اللي على قد امكانياتكم، واللي يظبط الدنيا معاكم. والله المستعان يعني. واعملوا اكل وانتم مبسوطين وبحب، وبيطلع على فكرة والله العظيم تحفة. يعني قارنوا كده بين الاكل بتاع بره واكل البيت، هتلاقوا يعني انا عن نفسي بحس ان انا لو كلت لما كلت البرجر ده من ماك، ما حسيتش ان هو يعني احلى من ده خالص. بالعكس، اللي هو انا باكله كده، انت ايه نظامك؟ هو انت لحم ايه؟ انما ده لا، انا عارفه ايه نظامه وعارفه انا عاملاه ازاي ومبسوطه وانا بعمله. فخليكم دايما فاكرين انا دينا الشناوي بعمل لكم اكل بالحب. اشتركوا بقى في قناتي. بس. بص اللهم بارك، احسبوها كده. طيب كل واحد من ده لو جينا اشتريناه من بره، الواحد بس بيعمل كام؟ واضربوا بقى بسم الله ما شاء الله في العدد دوت كله. و الله المستعان. الف هنا وشفا على قلوبكم، بحبكم. ما تنسوش تشتركوا معايا وتدعموني بلايك لو الفيديو عجبكم.